الموت علينا حق، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى اليوم إلى رحمة الله تعالى المرحوم أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، مودرن سبورت، لاعب المنتخب القومي، لاعب الزمالك سابقا، لاعب إنبي، لاعب المصري، لاعب نادي الإمارات، عن عمر ناهز 31 عاما، إثر تدهور حاد في حالته الصحية بعد أزمته يوم 11 مارس عندما كان يلاعب نادي المصري ووقع على الأرض بدون أسباب معروفة، وصفها هو بعدها بأنها أسباب ضغوط نفسية شديدة لا يمكن تحملها. وقع على الأرض. طبعا المفروض إن النادي يكون معاه أجهزة طبية حديثة للإنقاذ داخل أرض الملعب. ما كانش فيه أجهزة لإنقاذ عضلة القلب التي توقفت لمدة ساعة أو أكتر لحد ما وصل إلى المستشفى، ودكاترة واستشاريين كبار يعني عملوا عمايل طبية كبيرة جدا إن هم يرجعوه، ويعتبر كان في حالة إغماء لتوقف القلب، حالة وفاة. أنقذوه وحطوه على أجهزة التنفس وأجهزة دقات القلب، وكانوا عشان ما يقومش فجأة يشيل الأجهزة كانوا بيدوله مواد مخدرة لمدة أسبوعين، غائب عن الوعي، يعتبر عائد إلى الحياة. لما رجع ناسي كل شيء، ناسي حتى المباراة اللي كان بيلعبها، وإرادة ربنا إن يقبض روحه اليوم السبت. آه لفظ أنفاسه الأخيرة، خرجت روحه إلى بارئها، وانتهت قصته في الدنيا. يعني لعب لكام نادي وحقق بطولة أفريقيا تحت 20 سنة، ولعب لأندية كبيرة، حتى لعب للمنتخب الوطني وجاب جونين وعمل كام جون لزمايله، وقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا وإلى اللقاء إن شاء الله في جنة الخلد يا أحمد. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويصبر أهلك. وأدي حال الدنيا يا حضرات. الراجل بيقول بنفسه إن السبب، ما فيش سبب طبي لوفاته إلا إنها ضغوط نفسية شديدة. الدنيا ما يدبكيش عليها يا ناس، كل واحد كده ما فيش حاجة تزعله وعينه يستعن بالله كده، وبلاش ضغوط وبلاش تعب نفسي، وربنا يحسن ختامنا وكلنا هيجي اليوم ده وهنموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان معاكم مستر محمود عبد المحسن من قناة مستر محمود عبد المحسن.